الحب من طرف واحد يقعد يتعذب ويقعد تعبان، والشخص التاني ده مش في دماغه، هو مش في باله، فبيقعد يمشي ورا الحب ويقعد بقى يتخيل نفسه معاه او معاها وهي تتخيل نفسها معاه، ومفيش اي حاجة تربطهم ببعض ولو كلمة. مثلا تكون واحدة شافت واحد على السوشيال ميديا، حبت شافت حاجة في شخصيته، في شكله، في شعره، في تسريحته، في لبسه، في اي حاجة فعجبتها، فتعلقت بالحاجة دي لدرجة ان هي ممكن ترفض عرسان علشان خاطر الشخص ده. اهو ده اللي حب ولا طلش. واحد يكون بيحب واحدة متجوزة، هي متجوزة هو مش فاهم، هو التعلق مغيب عقله. متجوزة وعايشة بتحب زوجها وبيتها واولادها، هو يبقى دماغه كله في الست المتجوزه دي. ده اللي بقول بقى عليه اللي حب ولا طلش. اوعى وفي ناس كتير عايشه في الموضوع ده. انا بتكلم فيه ليه؟ ما هو عشان هو ناس كتير عايشاه. اللي بيحب ولا يطلش، عايش بيضيع يومه ووقته وحياته ومشاعره على الهوى وعلى الفاضي، وده يرجع لعدم ثقه البني ادم ده في نفسه. هو لو بني ادم بيقدر قيمه نفسه وعايش حياة عارف قيمة نفسه، ان انا لما اخش علاقة لازم يبقى في ما بيني وما بين الشخص ده تبادل للحب، تبادل للمشاعر، لا هو ما عندوش الكلام ده، هو مش عنده خالص، هو ما بيجيش في باله اصلا الكلام ده. انا بفكر في الست دي وعايز الست دي. ده لدرجة ان في ناس ممكن من كثرة تعلقه بالست المتجوزة دي يخش ينكش ورا الاكونت بتاعها ويعمل لها مشاكل، وممكن لا قدر الله جوزها يمسك التليفون ويشوف رسائل مش كويسة ويحصل مشاكل في البيت ده عشان هو متعلق بيها. الناس دي بقى علاجها حاجة واحدة، لو ظهروا لك في حياتك تقفل في وشهم، ما تسيبش فرصة. ولو انت الشخص ده فانت محتاج تحب نفسك، محتاج تحب لنفسك قوي وتقرب لنفسك قوي وتدي لنفسك الحب والاحترام وتدي لنفسك كل حاجة. ما تنتظرش حاجة من حد. ده ما اسموش حب، ده اسمه تعلقت بشخص هوى، شاشة على شاشة انت بتشوفيها، الله اعلم اذا كان شخص حقيقي ولا مش حقيقي. ده هوى. الحب من طرف واحد ده هوى، ما يطلعش غير من بني ادم ما بيحبش نفسه، فبيروح يدور على حد اصلا هو مش في باله. ده ممكن كمان الشخص اللي هي البنت اللي يبقى من علاقة من طرف واحد ده ممكن يكون في حياته حد، وممكن يكون خاطب، وممكن يكون متجوز، بس هي ما تعرفش، بس تقعد تقول لك انا بحبه. على ايه؟ بتحب على ايه؟ انت عندك مشاكل جوه نفسك هي اللي مخلياك بتعمل الفعل ده. فركز بقى، ركز. وانتوا لو عندكم اصحاب انصحوا يحب نفسه. والله لو حب نفسه مش هيفكر اصلا ان هو يبص لحد تاني، هيبص لنفسه هو بس، مش هيبص بره. وضحت النقطة دي؟ وصلوا الكلام ده يا شباب لصحاباتكم ولاصحابكم ان ده ما ينفعش، وما تكونش الشخص اللي حب ولا طلش.